أهلا وسهلا بكم. نحن نرحب بكم في صالة يا حمدي صالة. يلا يلا يلا. رونالدو أمس 2 أهداف بأول الشوط. يلا يلا يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، يا أحلى وأفضل جمهور في الشرق الأوسط، جمهور قناة محمد الحميري. أعتذر من الجميع بسبب تأخري من الفيديوهات لمدة شهرين، وهذا بسبب انشغالنا. وطبعا حبايب قلبي أنا لما بين أصور الفيديو أجلس أصور عليه شهر، يعني تعب فيه تعب، والتصميم يشيله وقت والتصوير وقت، وخلوها على ربكم. لكن أتمنى منكم أن أنتم تقدروا تعبنا وتفعلوا لايك وتشتركوا في القناة. اللي ما يشترك يشترك الآن ويفعل زر التنبيهات لأجل يوصله كل جديدنا متى ما تأخرنا. وفعل تعليق من قلبك لأن تعليقك يدل على وجودك حبيب قلبي. قبل ما ندخل نشاهد الفيديو حبيب قلبي أتمنى أن أنتم تشتركوا في قناة نور الدين المزلم. طبعا بطرح قناته في الوصف ومثبت في التعليق، ادعموه. محتوى قناته تمثيل وفيديوهات كوميديا رائعة في قمة الروعة. أتمنى أن أنتم تدعموا وتشتركوا وتقولوا من طرف محمد الحميري. يلا نخش مع الفيديو. ابنك لا بيكتب واجبات ولا بيذاكر، وفوق هذا كله بيشاغب في الفصل ويرفع صوته فوقي. لا تصدق بس أنا قصدي لا بس ولا شيء. قلت تشتي مدرسة أهلية ودرسناك، قلت تشتي أقلام ودفاتر ودينا لك، فوق هذا تجي تشاغب في المدرسة وتزيد ترفع صوتك فوق الأستاذة. شوف يا أستاذة هذا اعتبريه مثل ابنش، ابني مثل ابنش. أي وقت يشاغب ولا يفعل غلط ولا ما يكتبش واجبات اسلخيه سلخ، اضربيه لا ما يوقع رجال. خلاص تمام إن شاء الله. محمد بعد هذا الكلام ينتظم وعزد يشاغب. يلا هو فصلك، يلا أنا عاد أرويك في البيت. يا أستاذة ممكن رقمش؟ ايش؟ لا أنا قصدي إذا الولد شاغب مرة ثانية ولا زاد فعل شيء اتصل لي وأنا أتفاهم معه، إحنا ما نشي نتعبش يا أستاذة. ها تقدر تكتب رقمك تحت في الإدارة. في الإدارة؟ يلا تمام تمام، مشكور يا أستاذة خاطر الشفيع مع الله. شوف يا ولدي، أنا شي تذاكر وتجتهد وتعتمد على نفسك وتقع آدمي، مش مثل اليوم وطيت نفسي عند الأستاذة. أيش هذا الكلام يا ابني؟ خلاص يابا إن شاء الله ما عاد أزيد أيداء، وبجتهد وأذاكر وارفع راسك. هكذا اشتي ابني، أنا اشتي ابني هكذا، قد بنحلل الزلط دي بنديها لهم، وابني من مستقبلك وابني نفسك وتعلم. ما عليك يابا إن شاء الله ما يوقع الله كل خير. إن شاء الله إن شاء الله. شوف يا ابني، وإذا أنت مش فاهم أي حاجة كلمني وأنا بفهمك. حاضر يابا ولا يهمك. درس. أقول لك أقسم بالله إنك هتفترضها. يا محمد. ها أنا يا أستاذة. أيوة أنت تعال. يلا خلينا نسوي وجهنا. كتبت الواجبات اللي جبتوها أمس لكم؟ أيوة يا أستاذة قد كتبتها. اطلع أدلش الدفتر تشوفي. لا خلاص ما بجداعي، أنا كنت أشيك أصلا من موضوع ثاني. تمام ايش يا أستاذة. أيوة حلو. أصلا أنا قد جهزت لكم اختبارات شوية صعب، بس كمان جهزت لكم مراجعة شيكم ذاكروا منها. تمام أين المراجعة يا أستاذة؟ طيب بس لكن قبل كل شيء شيك تنفعني للبقالة. طيب يا أستاذة أنت أمري. هذا رقمي. روح عبي لي باقة نت شهرية، لأني قد رسلت الصور كلها لعند أصحابك، ما عاد باقي إلا أنت ما رسلت لك الصور. هيش صور؟ أيوة أرسل لك الصور، لأنه ما عاد باقي إلا أنت ما رسلت لك الصور. أيوة يا أستاذة وين أنت من زمان؟ ارسلين الآن. وخذ هذه الفلوس. الآن دقائق والرصيد عندي يا أستاذة. إن أنت شي تفعل نفسك الطالب الذكي وقعقع زي أخوك محمد. إنها كيف تشتيني وقع فاشل نفسك ولا كيف؟ لا ما قصدي هكذا. تعرف الأستاذ اللي قلت لك عليها بداية السنة إني بوضعها وضعتها. يا أخي أنت متى عقل وتقع رجال؟ الأستاذ ذا تعتبر ساعة واحدة من خواتك، هم عرجعوا في العق ضرب ويفصلوك من المدرسة. مالك يا خبل مشان داري بعمك محمد من كثر المشاكل اللي بيني أنا وياها، مشكلة ورا مشكلة ورا مشكلة، من هنا بدأت قصة الحب. وبعدين أنا داري يخبل من اليوم ادت لي الرقم وصارحتني وقالت إني بترسل الصور. يا خبل شكلها تشتي ترسل لك صور الدروس ولا المراجعة؟ أنا داري إنه أنا الأخبل اللي بين أجي أكلمك ولا إيش عليا منك؟ جيس ذاكر لك يا طالب الذكي. إن الله معك، ما حد ينصحك أنت.
ما أنا قد أنا حاسس إن هذا اليوم عايجي وأيتحقق بعد من بداية السنة، والأستاذة قد بتدور بعدي، لكن أخوك محمد مشكلة ورا مشكلة ومن هنا تبدأ قصة الحب. لكن الآن قالت ما ترسل الصور. خلينا ندخل نفتح النت، يمكن قد أرسلتن. ما رأيك أعترف لها؟ ما دامني دخلت تعترف لي. كيف دخلت؟ ما دامني اعترفت لي وقالت ما ترسل الصور، أنا أعترف لها. والله العظيم لا أعترف لها. إيش أقول لها؟ إذن هذا المجابر عليها. يا أستاذة أنا قد أنا داري وحاسس وداري إن هذا اليوم عيجي، وداري إن أنتي بتدوري بعدي يا أستاذة من بداية السنة، بس قبل ما ترسلوا صور أشياء أعترف ليش بحاجة، والله بحاجة ومستحيل يعني ألعب في يوم لانش ولا. والله يا أستاذة. ارتسلت قريتها، تم القراية، كنت انصح زرك. يو ايش ازدف على رسالة. ايوه صح يا استاذة، بس والله ان انتي قاهرتيني. ليش ترسلي لهم الصور؟ كنتي ترسليها بس لا عندي فقط. انتي داريها استاذة اللي هم في الفصل حقنا هم يفضحوا عادهم غاويين جهال، يصيروا يفضحوا بنا يعني يفضحوا بش انتي، يعني انا قصدي بهذا الشيء لا ترسلي لهم. بس اخر مرة ثانية يكون يجي صليا، بس يعني انا قصدي هكذا يا استاذة. هذا اللي كنت اكتهرت منش وزعلت منش الصدق يا استاذة. ها غيرت الخلفية او شكلها حضرتني. مالك ما تحضرش عمك محمد؟ عمك محمد كيف تحضرني؟ بنو اللي عيدك هذا الباب هذا الساعة، هم البيت خرجوا كلهم. او شكل احمد انا داير انه بين حفة. خلينا نسلب سري. وفي نهاية الفيديو حبيب قلبي أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وانتظرونا بأعمال جديدة إن شاء الله وفي أسرع الوقت إن شاء الله بإذن الله. في أمان الله. صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.